النجف اولا، الازرق يبدا اولا. سعيد محسن، سعيد وبارتيز بالهدف. سعيد واحمد علي. سعيد محسن، احمد علي، سعيد يتقدم وجول للنجف. واحد النجف عن طريق سعيد محسن. الان الاربيلي. سعيد شوف كرة بزاوية على يسار احمد. مسلم مبارك لاعب مسلم متعثر بدروجبا لاعب تشيلسي، اللاعب العادي. مسلم جول لاربيل. 1-1 لحد الان التعادل. سعيد للنجف ومسلم مبارك لاربيل. شوف كانت قريبة على قاطع حلوة من علاء. محاولة كانت. حاتم يتقدم. هدف الله. ثاني للنجف. حاتم صاحب يقول للعلاء اني سجلت، الان العمل عليك. 2 النجف 1 اربيل. حسين عبد الواحد. حسين اعتقد يسدد بقوه. حسين ضاعت على اربيل. القائم يتعاطف مع النجفيين ولاحظوا الجمهور النجفي. اخطأ حسين عبد الواحد. النجف الان افضل. شوف الكرة. القائم بالجزاء مو سهلة. صعبة يا سهل. ضاعت بالسهل. لعين. سهل. ضربة الجزاء مو سهلة يا سهل، كانت صعبة، وبالتالي على اربيل ان تسجل. احمد علي. والان لاعب اربيل يتقدم. شيرزاد وعلاء. ضاعت. اسوأ سيناريو للفريقين. 3 ركلات تضيع، يعني 2 من اربيل و1 من سهل. يبقى التقدم للنجف. شوف شيرزاد، وين يا شيرزاد؟ عالية. بالتالي الإثارة دخلت بركلات الترجيح الآن من اللي يسدد. نجفي آخر وأحمد علي مرة أخرى. ضياء صالح. نجف. ضياء. ردها أحمد. صدها أحمد علي. والله مباراة عصيبة، ومباراة 4 ضربات جزاء ضاعت بالتناوب. ضياء فالح يضيع الكرة، وحلوة لأحمد علي. ضياء وسهل من النجف. شيرزاد وحسين من اربيل. الآن إذا سجل يحصل التعادل. من اللي يسدد قد يكون كوبي. يتقدم وبالفعل ضاعت من علي منصور. يطيح في كرة اربيل الرابعة. الآن إذا سجل اياد سدير تنتهي المباراة. إذا سجل اياد سدير 5 ركلات جزاء متتالية ضائعة. اياد سدير الخامسة لأياد سدير. إذا سجل اياد تنتهي المباراة، وإذا أخطأ ننتظر كرة فريق اربيل. اياد سدير. اياد يتقدم. واحمد علي. ضاعت. الله يا احمد علي.
احمد علي قدم شيء كبير لاربيل، كبير يا احمد علي وكبير يا علاء قاطع. سيناريو 6 ركلات جزاء، 3 من اربيل و3 من النجف تضيع، شيء لا يصدق في هذه المباراة. مباراة مجنونة، مباراة مرعبة. شوف 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 شوف, شوف. اياد يحتاج للهدف والدرع يكون يا اياد سدير في فندق السدير، ومن ثم بعد ذلك الى النجف. الان رافد بدر الدين، رافد بدر الدين يتقدم، رافد جول لاربيل، هدف التعديل، هدف التعديل. رافد بدر الدين يعدل النتيجة ويعيد العمل الى هولير. الان لاعب نجفي 2-2، رافد سجل ومسلم سجل لاربيل، سعيد سجل وحاتم لفريق نادي النجف. من اللي يسجل الان؟ جاسم سلطان اضاع ركله جزاء النجف امام الزوراء في 2005 2006. الان جاسم سلطان بركله جزاء. كان الله بعون اللاعبين، احصاب تفكير. احمد علي وعلاء قاطع هم ابطال هذا اللقاء. جاسم نجف جاسم سلطان يقدم، جاسم ضاعت على النجف. الان الاربيلي الهوليري لو سجل تنتهي المباراة. ياسر رعد قد يصل الى منصة التتويج للمرة الرابعة. ياسر رعد لاربيل لو سجل الدرع للمرة الثالثة في هولير. ياسر وعلاء قاطع. ياسر رعد امال اربيل مع ياسر رعد. ياسر يقدم، ياسر وعلاء قاطع. ياسر خلصها ياسر. اربيل وهولير بطل الدوري العراقي للمرة الثالثة في تاريخه. اربيل للمرة الثالثة بطل الدوري العراقي في مباراة كبيرة، في مباراة عصيبة. ياسر رعد واربيل للمرة الثالثة في تاريخه بطلا للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. مبروك لهولير، مبروك لاربيل، وهارتك للنجف. احبتي متابعي الرياضية العراقية والعراقية العامة في كل مكان، هذه انتقالة الى الزميل طه ابو رغيف، ولكن اترككم مع هذه الدقائق وفرحة لاعبي اربيل وحزن لاعبي النجف.